انتي مش عايزه تجيبي ليكويد كونتور ولا ليكويد برونزر وتبقعي نفسك ومش بروفيشنال انف لسه ان انتي تحطيه ليكويد بعد كده تثبتيه ومكانه بالظبط. بالنسبه للبلاشر هحللك كل المعضله دي. اول حاجه هتعملي الليكويد بلاش عادي جدا في المكان اللي احنا عارفينه، لحوستين مفيش مشكله، انتي باديه بيه. فهتعملي بعد كده الكونسيلر هنا والكونسيلر هنا. وصلنا للمرحله دي في الليكويد، هنعمل ايه؟ هنثبت عادي بلوس باودر هنا وهنا، مثلث ده والحته دي عشان نحدد بس البلاشر وننضفه. وخدي بقى التريك دي، برونزر برونزر عادي جدا ومش غامق قوي عشان تعرفي تتحكمي في اللون كويس. فرشه فلافي بتاعت باودر، واحنا البلاشر لسه ليكويد ما ثبتناهوش بلوس باودر. وهتعملي كده، يعني هنثبت البلاشر الليكويد ببرونزر باودر. بعد كده الفرشه بعد ما حسيناها شبه خلاص ما فيهاش برودكت، وهندوب اللاين ده اللي هو الكونسيلر المتثبت بلوس باودر والبلاشر الليكويد المتثبت ببرونزر باودر. نقعد ندوب في الخط ده كويس قوي عشان يبقى الوش. ويا سلام لو خدتي خبطة برونزر كده فوق العين طلعتي لفوق. بصوا الوش ازاي مشدود وفي نفس الوقت كله مدموج مع بعضه، تحت العين لسه منور، البلاشر بقى فيه لون برونزاج، ما بقاش بقعة كده لونها احمر او بينك لوحدها. بصوا من غير ما تجيبي 100 برودكت ومن غير ما تجيبي كونتور وبرونزر ليكويد، هو بس ده اللي احنا محتاجينه. بالمناسبة ده فيزيشن فورمولا بحبه قوي قوي قوي. حاجه كمان لو حسيتي الموضوع تقيل وانتي كنت عايزاه اخف من كده، الفرشه برضو نفس الفرشه اللي هي شبه نطفت خلاص ما فيهاش اي حاجه، هي بس مجرد مطرح، وبتعملي كده حركات دائريه على الحاجه اللي حاساها تقيله. لو كترتي قوي يعني ولسه حاساه تقيل، هتجيبي كومباكت باودر او لوس باودر وهتعملي نفس الحركه دي بعد ما الفرشه يبقى فيها كومباكت باودر او لوس باودر. بس كده، ده كده، وده بعد التثبيت واللون البرونزاج اللي ضفناه. بعد كده هتحطي اي فيكسر عندك، ده اوفرا عشان يدوب الباودرز مع البيز اللي انتي حاطاه. وهحط ماي فيفورت ليبستيك، ده درجة 35 تشيكي من ميبلين، البيرفكت نود. ده كده الفاينل لوك، قولولي ايه رأيكم.